السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ونلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. جيت نشارك معكم هاد لينام اللي صايبت مؤخرا. جوج ديال الحشوات اللي رائعه وبنينه واقتصاديه، اللي غادي تنفعكم بزاف، سواء كان رمضان ولا قبل رمضان ولا في اي وقت شهيتوا ديروا هاد لينام راه غادي ينفعكم. ان شاء الله يدخل عليكم بعدا بالصحه والسلامه رمضان والعواشر مبروكه باش ما تمنيتوا ان شاء الله. فوقاش ما شفتوا هذا الفيديو الله يجعل ايامكم كلها اعياد ومناسبات وافراح. بالنسبه للحشوه الاولى انا درت هنايا بطاطا مسلوقه، سلقتها من قبل. ودرت عليها شويه ديال الفرماج ديال الدهن بجوج انواع. درت انا، تقدروا ديروا اي نوع بغيتو، مثلث او لا ديال البطاط. درت هنايا علبه ديال الطون وشويه ديال الثومه بودر، شويه ديال المليحه وشويه ديال البزار. هذه هي الحشوه الاولى، كتجي ساهله وبسيطه. كنهرسوا داك البطاطا باي طريقه، يعني بمعلقه ولا فرشيطه ولا بهاد الاله اللي خاصه بها او لا بالهاشواغ اللي بغيتو، اللي سهل بالنسبه لكم، حتى كتولي لينا الحشوه جاهزه، يعني كتولي بوماد وكتكون جاهزه باش اننا نعمروا بها لي نيم ديالنا. فهذه هي الحشوه الاولى. تقدروا تضيفوا فيها لي زيبينار، تقدروا تضيفوا كميه اكثر ديال الفرماج احمر مثلا غابي، اي حاجه كتفضلوا تقدروا تزيدوها. ولكن لا باز ديالنا هاد المره هذه هي بطاطا مسلوقه والطون والفرماج، كيجيو بنان بزاف. بالنسبه للحشوه الثانيه فاعتمدت على الخضروات، درت بصيله، درت شويه ديال الفلفله، شويه ديال البصله، شويه ديال الشعريه الصينيه، كميه قد تقريبا قد البصله قد الشعريه الصينيه قد الفلفله وقد الدجاج اللي شديتو قطعته طريفات رقاق. وبالنسبه للتوابل ديما المليحه، ثومه بودر، بزار وشويه ديال الفرماج باش كيعطينا المذاق والتعليكه اللي بغينا. فكيف ما ودابا كتشوفوا هذه هي نخليكم مع الطريقه المكونات ديال ديال الحشوه التحضير. الثانيه. كناخذوا مقيله اللي كنديروا فيها شويه ديال الزويته مخلطه، زويته بلديه وروميه، انا ديما عندي هذا الخليط. كندير عليهم بصيله مشلضر مزيانه رقيقه، درتها في الهاشوار باش تعطيني واحد، باش الحشوه ما تجيش مفرفشه، تجي يعني متماسكه. ضفت الفلفله اللي قطعتها حتى هي طريفات رقاق، وضفت عليهم شويه ديال الملحه، شويه ديال العطريه اللي قلنا كلها، الثومه بودر، العطريه اللي غادي نحتاجو كامله. هنا في هذه المرحله درت غير الملحه، ولكن من بعد غادي نضيف العطريه الثانيه. هنا من بعد ما نزلات لينا البصله مع الفلفله ديالنا، ضفت عليها الدجاج وضفت المكونات الاخرى اللي قلت لكم، ثومه بودر، شويه ديال البزار وشويه ديال البابريكا. البابريكا هنا درت بابريكا فومي، كتجي بنينه بزاف وكتعطي لون طبيعي، ما كتجيش داك اللون يعني مغلوق بزاف، كتجي زوينه بزاف. ومن بعد ما كيطيب لينا الدجاج كنضيفوا عليه الشعريه الصينيه اللي كنكونوا ديجا سلقناها وقطعناها طريفات رقاق. وفي الاخير كلمسه اخيره كنضيفوا الصويا او لا صلصه الصوجا اللي كتعطي واحد البنه واللون زوين بزاف للنام ديالنا. والفرماج حتى هو كيبقى في اللمسه اخيره وكيعطي حتى هو مذاق زوين وتعليكه زوينه للحشوه ديالنا. فهنا كنكونوا وجدنا جوج ديال الحشوات ديالنا، الحشوه الاولى ديال البطاطا والحشوه الثانيه ديال لي فيرميسيل مع الدجاج وخضيره. كناخذوا الورقه ديالنا، انا خديت الحجم الكبير هنايا، قطعتها على 4، ومن بعد ما قطعتها على 4 زدت قطعت هاد المثلث على جوج. نتوما عاوتاني على حسب الحجم اللي بغيتو، ولكن راه هذا هو الحجم اللي كيجي زوين صراحه، ورقه على 4. كناخذوا الحشوه ديالنا كيف ما كتشوفوا كتجي هكا يعني معلكه مزيان. ضفت عليها في الاخير شويه ديال المعدنوس مقطع رقيق باش كيعطينا اللوين. وهنايا كنبدا نشكل في لينام ديالي، كناخذ كل مثلث كندير فيه الحجم الكميه اللي غتكفيني في المثلث، وكنلصقهم هنا بالعجينه اللي درتها بالماء والطحين، كتجي هكا سائله وكيجيو لينام ديالنا بهذا الشكل هذا. انا هنا خدمت كميه اللي غادي نحتفظ بها في المجمد، ولكن في نفس الوقت طيبت شويه باش سيرتو اننا هاد الايام كنصوموا، فضروري خصنا ناكلوا شويه دابا قبل رمضان ان شاء الله، وفي رمضان ان شاء الله. زعما هذا يعني بالنسبه للناس اللي كيبغيو يجمدوا، صراحه كيعاونوا سورتو في رمضان، تماره ديال التوجاد وبزاف ديال الحوايج يعني. والناس اللي سورتو العيالات اللي خدامين فصعيب باش ان الواحد يدير كل شيء في نفس الوقت، وسورتو اللي كيخدموا راه ماشي سهله. فعلى الاقل بعد هاد لينام الا كانوا واجدين ومجامدين في الثلاجه
كيبقاو ساهلين، غير كنخرجوهم وكندخلوهم الفران اولا كنقليوهم على حسب الطريقه اللي بغيتو. فهنا كيف ما كتشوفوا كنستمروا في التحضير ديال هاد لي نيم ديالنا بهذه الطريقه العاديه. هنا راه تحلت ليا الورقه، ولكن معليش نكملوا. كتكملوا حتى كتحصلوا على لي نيم العاديه، يعني ما تخافوش منها. طبعا هذا على حسب نوعيه الورقه، راه كاينه ورقه اللي ما كتقطعش معاكم كاع، يعني على حسب الورقه نتوما منين خديتوها ومن عند من خديتوها. صراحه ورقه راها زوينه، غير ديك الوحده اللي صدقات هكاك، ولكن يعني كيجيو هكا لي نيم ديالنا بهذا الشكل هذا. انا خديتهم واستفتهم في طاسات اللي غادي نديرهم في الثلاجه. وفي نفس الوقت كيف ما قلت لكم طيبت واحد الكميه اللي بغيت انني يعني ناكلها دابا. فكيف ما كتشوفوا يعني كيجيو بهذا الشكل هذا. كنتمنى ان الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم. الى عجبكم ما تنساوش تخليو لي لايك الفيديو وتشاركوه مع صحابكم باش تعمل فائده ان شاء الله. بالنسبه للشكل النهائي كيف ما كتشوفوا كيجيو بهذا الشكل هذا، كيجيو مقرمشين وبنانين. الحشوه ديال البطاطا كتجي رائعه وبنينه بزاف، وحتى الحشوه ديال الخضره راه كتجي اكثر من رائعه صراحه. البنه ديالها كانت خطيره، ما كنتش كنتوقعها غادي يجيو بنان بهذيك الطريقه، حيتاش ما درتش بزاف د المكونات، يعني درت داكشي اللي كان متوفر عندي في الدار هو اللي درته. ولكن الحمد لله جاو بنان بزاف. وجاو بنانين بزاف صراحه. كنتمنى انكم تجربوهم وتشاركوا معايا التجارب ديالكم كيفاش جاوكم، سواء هنايا في يوتيوب اولا في الصفحه ديالي انستغرام اللي حتى هي ديما كنحط فيها الجديد، وديما كنحط فيها فيديوهات صغارين بالنسبه للناس اللي ما كيبغيوش فيديوهات طوالين ومملين. بصراحه الفيديو الطويل بس زوين هو انه كيكونوا نصائح، كيكونوا بزاف د الحوايج اللي كيدوزوا في الفيديو، ماشي بحال الفيديو القصير اللي بالزربه. ولكن يعني كل واحد وشنو كيفضل طبعا. فكنتمنى انكم تزوروني في القناه اولا تدوزوا عندي الانستغرام تشوفوا الصفحه ديالي وتشجعوني. وكنشكركم بزاف على المشاهده، ونشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد مع وصفه جديده. وما تنساوش تدعموني بلايك واشتراك في القناه وتشاركوا القناه مع اصحابكم باش تعمل فائده. نشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد مع وصفه جديده مره اخرى. ولا عندكم اي اقتراحات ما تنساوش تخليوها لي في التعليقات. بسلامه.